صباح ومساء الورد على حسب وصول الفيديو ليك. النهارده معانا شخصية مثيرة للجدل، شخصية الناس اتحيرت فيها هل هي صالحة أم هي طالحة. النهارده معانا واحد لقب بالمبيد، وعلى الكفة التانية عمل حاجات عظيمة جدا للإسلام. النهارده هنتكلم عن الحجاج بن يوسف الثقفي. أنا عن وجهة نظري الشخصية الراجل ده أنا بحبه جدا جدا، وجهة نظري لا يعترف بها على الإطلاق، بس أنا فعلا بحبه جدا. نقدر نشوف اللي ليه واللي عليه. اللي ليه الراجل ده هو عنده 10 سنين حفظ المصحف القرآن الكريم كامل، بل وكان بيحفظه للناس. الراجل ده كان لما بقى والي كان بيختم القرآن الكريم كل 4 أيام، كل 4 أيام يختم القرآن الكريم. الراجل ده في ولايته توسعت الرقعة الإسلامية لدرجة إنها وصلت السند والهند والصين. الراجل ده وحد صفوف المسلمين تحت رايته في الإمارة بتاعته. الراجل ده سك عملة عربية إسلامية في حين إن العملات كلها كانت أجنبية. الراجل ده حط النقط على الحروف في القرآن الكريم، ووحد قراءة المسلمين كلها تبقى قراءة سيدنا عثمان بن عفان. كل ده ليه؟ على النقيض الراجل ده قتل 120 ألف مسلم، منهم خير من التابعين والصحابة. الراجل ده قتل عبد الله بن الزبير، كان حاكم الحجاز ساعتها، بل ما اكتفاش ان هو قتله وكمان صلبه ودفنه في مدافن اليهود. الراجل ده اذا كان اقسم ان يقتل رجل ما كانش بيحل قصبه، ما كانش يصوم 3 ايام، لا يقتل رجل اسهل. الراجل ده لقب عليه المبيد. نقدر نشوف بقى ايه اللي عمله وايه اللي ما عملوش. اول حاجه، الحجاج بن يوسف الثقفي اتولد سنة 40 هجرية أو 661 ميلادية. اسمه كليب، اسمه كليب ابن يوسف ابن الحكم ابن الثقفي. الراجل ده في بداية حياته كان يعرف واحد اسمه ابن زنباع الجزامي. ابن زنباع الجزامي ده كان رئيس الشرطة في الوقت ده. طلب منه ان هو يكلم عبد الملك بن مروان اللي هو كان امير المؤمنين في الوقت ده. كان ساعتها الاماره في المؤمنين كانت منقسمه على 2. ابن عبد الملك بن مروان كان ماسك العراق، وكان عبد الله بن الزبير ماسك مصر والحجاز. فكلم ابن زنباع الجزامي ان هو يكلم عبد الملك بن مروان علشان يوليه قياده الجيش. وفعلا راح قابل عبد الملك بن مروان، وكان بيوصف نفسه عبد الملك بن مروان بيقول له اني لجوج حقود حسود. حتى ساعتها عبد الملك بن مروان قال له اذا بينك وبين ابليس نسبا، يعني انت كده بينك وبين ابليس اللي هو ده على شده يعني صلبته وجلده. بعد كده مسكوا إمارة الجيش، وكان انشقاق المسلمين قعد أكتر من 10 سنين، دام أكتر من 10 سنين. عبد الملك بن مروان حب إن هو يوحد صفوف المؤمنين، وحب إن هو يبعت حد بجيش للحجاز علشان يفتح الحجاز. راح جاي الحجاج بن يوسف الثقفي راح لعبد الملك بن مروان، قال له وليني على قيادة الجيش، إني رأيت في المنام أني أقتله وأسلخه. يعني انا شفت في المنام ان انا بقتل عبد الله بن الزبير وبسلخه، فوليني. ويزيد ما اختار الصراحه عبد الملك بن مروان بعت الحجاج بن يوسف الثقفي. بس من ضمن الحاجات اللي عملها ان هو نصب المنجنيق على جبل اسمه ابي قبيس. ده ابي قبيس ده كان قدام مكه، وحدف مكة بالمنجنيق بالحجارة وبالنار، لدرجة ان هو هد جزء من اجزاء الكعبة واثار النيران في الكعبة كلها، لدرجة ان في ناس كتيرة جدا ماتت في مكة المكرمة. والناس اللي هربوا منهم كان بيقول لهم والله اني كاره لهذا ولكن صاحبكم تخفى وسطكم. يعني هو كان بيقول ان عبد الله بن الزبير هو اللي مستخبي في وسطكم، فعشان كده انا بهدم مكة. وبعد كده اثناء هدم الكعبه واثناء هدم مكه، عبد الله بن الزبير استشهد. وما كفاش الحجاج بن يوسف الثقفي ان عبد الله بن الزبير يموت كده، بل كمان صلبه في مكه لمده 4 أو 5 ايام، وبعد كده دفنوا في مدافن اليهود زي ما قلنا. بعد كده استمر في حكم. بعد كده عبد الملك بن مروان ولاه على الحجاز، وقمع الثوره اللي فيها، وبدا يصلح تاني الكعبه اللي هدها، وبدا يصلح تاني الامور، واخمد اي ثوره فيها. في خلال الوقت دوت كان او بعديها بسنتين كان في ثورات في العراق. وزي ما كان معروف عن اهل العراق وقتها ان هم دايما بيخرجوا عن الحاكم، دايما ما بيعيشلهمش حاكم. فراح الحجاج بن يوسف الثقفي لعبد الملك بن مروان وقال له وليني على الحجاز، قصدي وليني على العراق، ابعتني للعراق. وفعلا وداه العراق. دايما عبد الملك بن مروان لما كان بيبعت اي حد لاي ولايه او ينصبه على اي منصب كان بيبعت معاه سريه.
جيش كامل 1000 جندي واسلحه ثقيله ومنجنيق. لكن بعت عبد الملك بن مروان، بعت الحجاج بن يوسف الثقفي ب 12 راجل بس. تخيلوا عبد الملك الحجاج بن يوسف الثقفي داخل بغداد في وسط العراق ومعاه 12 راجل بس. دخل المسجد وقعد على المنبر وكان ملثم وفضل قاعد ساكت كده ويبص في الارض ما بيتكلمش، مستني الناس يتجمعوا حواليه. كان من عادة العراقيين ساعتها ان المسجد كان حصى، ما كانش لسه بقى سجاد. لما كانوا ينقلبوا عن الحاكم او يخرجوا عن الحاكم كانوا بيحصوه، يروح جاي ماسكين الحصى بيو 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 يقعدوا يحدفوه كده مره، بعد كده الطوب يكبر دين دين دين، بعد كده يمسكوه يضربوه يرموه بره الجامع كده، خلاص احنا خرجنا على الحاكم. فواحد من اللي كانوا واقفين، اتقال شاهد عيان اللي كانوا واقفين، كان بيقول لهم قبح الله بني أمية أيبعتون لنا رجلا عيا لا يقدر على الكلام. يعني ربنا بيبعت لنا راجل ما بيعرفش يتكلم، أحصوه لكم، يعني احذفوا الحصى. فلسه بيمسك الحصى وهيعرف أول طوبة كان شافه الحجاج بن يوسف الثقفي، وقال ساعتها خطبة بتتسطر في التاريخ، خطبة بتدرس لحد دلوقتي. شال العمام اللي سما من على وشه وقال انا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى اضع العمامة تعرفوني، اني والله احمل الشر بعيني واجزيه بمثلي، واني ارى ابصارا طامحة واعناق متطاولة، واني ارى رؤوسا قد اينعت وحان وقت قطافها واني لصاحبها، كاني انظر الى الدماء تترقرق بين العمائم واللحى. اللي هو انا مش شايفكم، انا شايف مجرد دم بين العمامة واللحية، اللي هو ايه، الناس كلها وشها احمر بالكلام ده. يا اهل العراق ومعدن الشقاق والنفاق ومفسدة الاخلاق، لقد قلدني امير المؤمنين اللي هو الخليفه افضل عبد الملك بن مروان بسيفين، سيف الرحمه وسيف الذل والبطش، وقد اضعت سيف الرحمه. راح جاي مطلع السيف بتاعه، وان هذا لسيف البطش والذل، اللي هو انا جاي لكم مفيش في نيتي اي راحه، انا جاي هحط عليكم من الاخر. إن أمير المؤمنين أطال الله بقاؤه كان قد عجم عيدانه عودا عودا فوجدني أصلبهم مكسرة فرماكم بي، وإني دعوت الله أن يبتليكم بي فاستجاب دعائي. وقال لهم هنا آية: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا وفي من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني هو داخل بيقول له شوف انتوا كنتوا ايه وانتوا هتبقوا في ايه. ان امير المؤمنين اطال الله بقاؤه كان بعت لهم جواب، اسمه ده، يعني بعت لهم جواب، فقال اللي جنبه للتابع اللي معاه اقرا الجواب عليهم. فبدا التابع اللي معاه يقرا الجواب عليهم، بيقول انه من عبد الملك بن مروان وانه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واما بعد. فلقى ان الناس ما ردتش السلام، الناس سكتت. قال له على رسلك، يعني اقف انت على جنب كده دلوقتي. بص للناس قال لهم أمير المؤمنين يقرأكم السلام ولا تردون السلام، والله إن هذا لأدب ابن نهية. بيتكلم على مصعب بن عمير إن والدته اسمها نهية. والله إن هذا لأدب ابن نهية، والله لأدبنكم غير هذا الأدب. قعد الجواب. بعد كده قال بقى تاني السؤال: إن من عبد الملك بن مروان يقرأكم السلام. كل من في المسجد ردوا عليه السلام. كده قال: إن أمير المؤمنين قد أعطاكم عطاياكم، بعت لكم المرتبات بتاعتكم انا. وبعد كده قال: والله العظيم ان من اخذ عطاياه ولم اجده بعد 3 ايام في جيش ابن المهلب لاسفكن دمه وانتهب ماله واهدم داره. يعني اللي هياخد العطايا بتاعته وبعد 3 ايام مش هيروح جيش ابن المهلب يحارب في اسيا يموت هناك، انا هقتله وهاخد ماله وهدم داره. حتى كان بيتقال فيها ابيات شعر ساعتها ان انت يا اما تروح مع ابن المهلب تموت، يا اما تقعد تموت مع الحجاج بن يوسف الثقفي. لدرجه ان كان في بعد ما قال الخطبه ديت جاله واحد عجوز كده اسمه عمير بن ظابط، قال له: اعز الله الامير اني كاهل عجوز، يعني انا راجل كبير فمش هقدر اطلع احارب، خد ابني استسمحك، خد ابني مكاني وهو يطلع يحارب مكانه. هنا حجاج بن يوسف الثقفي كان راجل عاقل، قال له: نعم نعم الشباب، شاب افضل لدينا من العجوز، اذهب واتنا بابنك. فكان كان عين امين شرطه، فالراجل خلاص ماشي، قال له: اذهب واتنا بابنك. فامين الشرطه رئيس الشرطه قال له: عز الله الامير ان هذا عمير بن ظابط، ففي حادثه الدار اللي هو في الواقعه بتاعت عثمان بن عفان لما مات، بعد ما قتل عثمان بن عفان دخل عمير بن ظابط ده وضرب الجثه برجليه بعد ما ماتت، ضرب الجثه برجليه. قال له: والله ان في قتل صلاح المؤمنين الي بالنطع الي بالرجل. وجاء النطع ده اللي هو
لما بيذبحوا العجل او الشاة او الخروف بيعملوا جلده زي سجاده كده عشان الدم ما يتمريش على الارض. راح جاي ايليا بالنطع، ايليا بالحجر، وحط الحجر في قلب الجامع وضرب عنق الراجل. الراجل ده اول واحد عمل التجنيد الارهابي في العرب كله. راح جاي مدخل الناس الجيش اجباري كده. الراجل ده اول واحد يعمل قانون الطوارئ وحظر التجول. ايوه هو الحجاج بن يوسف الثقفي اول واحد يعمل حظر التجول. ازاي؟ كان في مره قاعد في الجامع، فسمع الناس بتكبر الله اكبر، اللي هو التكبير الغشيم ده عارفينه، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فجمع الناس لغير صلاه، اللي هو مش في وقت صلاه، جمعهم. قال لهم والله اني سمعت تكبيرا لا يراد به وجه الله. انا سمعت تكبير انتوا مش عايزين بيه وجه الله وجه ربنا ابدا، ومنع اي تجمع هيحصل هيعدموا، اي واحد يمشي بعد صلاه العشاء هيعدموا. واتحكى في عهد على اسمه ده الحجاج بن يوسف الثقفي ان كان في واحد في الباديه في الصحراء يا عيني ما يعرفش اي حاجه، وجه في يوم جه بعد العشاء ما يعرفش عين كان في الصحراء، فقبضوا عليه وودوه لحجاج بن يوسف الثقفي. فبيقول له اعز الله الامير لم اكن اعرف انك كنت في الباديه. فقال له والله اني لاكذب صادقا ولكن في قتلك صلاحا للمؤمنين وقتله. يا معلم انا مالي، انا كنت في الصحراء، لا ما فيش، انا قسمت ان انا هقتل، يعني اصوم 3 ايام يرضيك يا جدع، وقتله فعلا. وبعد كده بدأ يسقط الخلافات في العراق، واي ثوره كان بينهيها من اولها. وفي اثناء الكلام ده كان بعد بقى عشان يفتح اسيا في الهند والسند والكلام ده، بعد كتيبه ابن مسلم الباهلي. كتيبه ابن مسلم الباهلي ده بعته الخراسان، وبعت محمد بن القاسم، ده كان عنده 19 سنه وده ابن عمه محمد بن القاسم، بس كان 19 سنه بس، وكان ونعم القائد، لان هو بعت محمد بن القاسم للسند، لدرجه ان محمد بن القاسم فتح السند وعدى بعديها وبعت يستاذن الحجاج بن يوسف الثقفي ان انا اكمل بعد السند، يعني اللي هو انا خلصت السند يا معلم، ممكن افتح كنوج اللي في الهند. راح جاي بقى باعت له الحجاج بن يوسف الثقفي، باعت له ايه؟ يقول له سر فانت امير ما افتتحت، يعني انت يا باشا كمل اي بلد تفتحها انت امير عليها. لدرجه ان هو بعت جواب فيهم، معناه مش متذكر صيغه الجواب دلوقتي، لكتيبه ابن مسلم ومحمد بن القاسم، بعت لهم الاثنين جواب قال لهم تسابق الى الصين فمن فتحها عمل عليها، يعني انتوا الاثنين يلا على الصين واللي يفتحها الاول تبقى بتاعته. واثناء ما هو كان بيفتح في السند والهند وبيفتح وبيزود الرقعه الاسلاميه، اهتم بالعراق، زود الاسطول البحري، اهتم بالفلاحه، اهتم بالشعب العراقي نفسه، سك عمله عربيه جديده، لان كان ساعتها تداول بالعملات الاجنبيه، لا هو سك عمله عربيه وبدات بتتعامل بيها ونهى المعاملات بالعملات الاجنبيه. بنى مدينه اسمها واسط، دي كانت مستقرها مقر حكمه. مدينه واسط دي كان بيقال عليها انها لعنه في الجمال، مدينه كانت مبنيه على اسس امنيه، كان عباره عن سور وحواليها خندق وفيها كل ما يحتاجه الانسان المعاصر في الوقت ده. ما كانش عندهم كمبيوتر طبعا، بس اكتر حاجه كان بيحتاجها الانسان وبنيت على طراز رائع، لدرجه ان هو قيل ان هو اتصرف عليها 40,000 دينار، يعني ما يعادل دلوقتي مليار دولار. ايه يا معلم البزق اللي انت فيه ده؟ ساعة نرجع بقى ورا شويه، ساعة لما كان حصل ثوره في الثورات في العراق قبل ما يروح الحجاج بن يوسف الثقفي، كان في واحد سعيد بن جبير ده تجنب الاحداث وقعد في الكوفه لوحده كده وقال انا ماليش دعوه باي حاجه، وفضل قاعد لوحده لحد لما جه الحجاج بن يوسف ومسك العراق. طلع عليه ثوره وطلع انضم ليهم سعيد بن جبير. فلما عرف ان سعيد بن جبير انضم الى عبد الرحمن بن الاشعث، امر ان هو يتقبض عليه عشان يطلع معنا، ده خلاص من الخوارج. بس قدر يستخبى سعيد بن جبير في مكان في مكه، قعد 10 سنين مستخبي. اسمه ده الحجاج بن يوسف ما بينساش، بعد 10 سنين عرف ان هو في مكه، في قريه في مكه، جابوه مكبل لحد الحجاج بن يوسف، وحصل نقاش بينه وبينه انتهى باستشهاد سعيد بن جبير. حتى كانوا بيطلق عليه الراجل ده قتيل الحجاج وقاتله، لان زي ما بيقولوا اصابت لعنته او دعا عليه ان ربنا ياخده، لان بعد 12 يوم من مقتل سعيد بن جبير جه مرض عظيم جدا للحجاج بن يوسف الثقفي، وكل الاطباء اللي شافوه قالوا له خلاص انت بتموت، لدرجه ان الناس كانوا بيبشروه انت هترمي في قلب جهنم. فكان بيقول اللهم اغفر لي فان الناس يزعمون انك لن تفعل، هو كان بيقول بيقول يا رب اغفر لي لان الناس بيقولوا انك لن تفعل. وبالفعل مات الحجاج بن يوسف الثقفي بعد موت سعيد بن جبير ب 16 يوم، مات عن عمر 55 سنه.
وبعد موته كان اوصى ان هو يدفن في حفره عميقه جدا جدا على الارض، وما يتعرفش مكانها وما يتحطش فوقيها اي شاهد، لان هو كان خايف جدا الناس تعرف ان ده قبر الحجاج ويطلعوه ويمثلوا بجثته. بعد كده لما مسك بعد عبد الملك بن مروان، جه واحد اسمه سليمان بن عبد الملك اللي هو ابنه، كان قاعد مع يزيد بن ابي مسلم. قعد مع يزيد المستشار بتاعه، قعد ابن ابي يزيد بن ابي مسلم، فكان بيتناقشوا مع بعض. فسليمان بن عبد الملك كان بيقول له: أترى الحجاج استقر في قعر جهنم أم ما زال يهوي؟ يعني تفتكر الحجاج استقر في قعر جهنم ولا لسه عمال بيقع لحد دلوقتي؟ فكان يزيد بن ابي مسلم ده كان من اتباع الحجاج ومن محبيه جدا، فرد عليه رد عجبني جدا جدا جدا. قال له: يا امير المؤمنين، ان الحجاج وطأ لك ولابيك المنابر واذل الجبابره. يعني الراجل ده هو اللي كان بيخلي المنابر تقعد تدعي لك وتدعي لابوك، واذل الجبابره اللي في الهند واللي في السند واللي في الصين، اذلهم تحت رجليكم. ياتي يوم القيامه على يمين ابيك وعن يسار اخيك فضعه كما شئت. الكلمه دي حلوه قوي، يعني هو هيجي على يمين ابوك وعلى شمال اخوك. حطه بقى، انت عايز تحطهم في النار هيتحط معاهم، عايز تحطه في النار حطه، عايز تحطه في الجنه حطه. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه، واحب دايما ان انا اسمع ارائكم. لو في اي حد عنده خبره عن الحجاج بن يوسف الثقفي او موقف حصل من عنده او اي راي زياده، انا هكون سعيد جدا ان انا اعرف منه في التعليقات. بس كده يا سيدي، اشوفكم دايما على خير. سلام.